شاب في تركيا بيضرب والده وبيوقعه على الأرض وبيديله بالقلم على وشه. تعال أقول لك إيه اللي حصل. انتشر فيديو مؤخرا على السوشيال ميديا، وهوريلكوا طبعا الفيديو ده زي ما احنا متعودين دايما، لشاب بيضرب والده بالقلم على وشه وبيوقعه على الأرض. خليني أوريكوا الفيديو وهنرجع نتكلم مع بعض مرة تانية. زي ما انتوا شفتوا الفيديو كده، الاب حاول تقريبا ان هو يضرب ولده، كان في نقاش حاد ما بينهم. الاب ضرب الولد فالولد راح ردله الضرب سواء بالقلم او ان هو وقعه على الارض، وتقريبا الام حاولت ان هي تتدخل وتحوش بينهم، يعني زي ما بنقول كده. سبب الخلاف محدش يعرفه، ولكن الفيديو أثار دهشتي جدا. مهما بلغ الخلاف بين الابن وبين الأب، ما ينفعش أبدا إن أنت تتطاول على والدك، سواء تطاول لفظي أو تطاول كمان بالإيد. طبعا أنت ما تعرفش طبيعة العلاقة بينهم ولا تعرف إيه طبيعة الخلاف، ولكن زي ما بقول مهما بلغ الأمر ما ينفعش أبدا إن الموضوع ده يحصل. وبصراحة وجهة نظري ما ينفعش ان الاب برضه يعتدي على ابنه، خاصة وهو كبير. ديت بالنسبة لي كارثة، ولكن الكارثة الكبرى ان الابن يرد الاعتداء دوت على ابوه. حافظوا يا جماعة على والدتك، وحافظ على والدك مهما بلغ الامر. للمرة المليون بقولها، ما ينفعش ابدا ان الموضوع يوصل للمرحلة دي. ربنا يحفظ أبهاتكم وأمهاتكم يا رب، ويرحمهم لو هم مش عايشين. حافظوا على أبهاتكم وأمهاتكم، وقولوا لي وجهة نظركم في كومنتات في الفيديو دوت لو كنتوا شفتوه قبل كده.